شاب كان ودي يتزوج بنت عم، لكن عمه رفض، والسبب مش هتتوقعه. كان في شاب اسمه نوار. الشاب هذا على قد حاله، وظيفته بسيطة جدا، لكن هي دوب بتكفي تفتح بيه. لكن نوار كان بيحب بنت عمه وودي يتزوج، لكن عمه كان رجل شديد وصعب. لما تقدم نوار انه يخطب بنت عمه، رفض عمه وقال له بصراحة: انت وظيفتك ضعيفة وما عندك وخلك في وظيفتك لما تتعدل اموره، لكن انا مش همنعها لو جاهي نصيبي. حاول الشاب نوار انه يقنعه بان الاحوال حتتغير وان شاء الله الامور هتتحسن، لكن عمه اصر على رفضه بشد. وبعد فترة من الزمن جاء والد الشاب نوار، وهني كانت الصدمة بالنسبة لنوار. قال له: بنت عمك جاء ليه عريس وأنا والله ودي أروح ليهم، وهذا أخوه طبعا أكيد هيروح يقعد. لما سمع نوار الخبر هذا انكسر قلبه وضاقت به الدنيا. تشيك أبوه وظبط نفسه وراح على الغد. طبعا هني نوار أكيد هيروح مع أبوه بطريقة ما ظنيت يفوت الموقف هذا يعني، مع انه مش لصالحه. وصلوا المكان، الشاب نوار وابوه وصلوا بيت عمه. جت سيارة العريس وهو اللي بيسوق، شاب مهذب ومعه والده رجل كبير محترم، ونزلت معهم الأم وأخت العريس ودخلوا البيت. وكان نوار بيشوف المشهد هذا، كان بيشوف الإنسان اللي بيحبه بتضيع منه وهو مو قادر يسوي حاجة. لما انتهت اللمة وخرجوا الناس وركبوا سيارتهم ومشي، قرر نوار هني انه يلحقهم. ركب سيارته ولحقهم من شارع لشارع ومن لفة للفة لغاية ما وصلوا بيتهم. لما نزلوا عند بيتهم نزل نوار ولحقهم، فاستنكر الراجل أبو العريس وجود نوار في اللحظة هي، لكن رحب به وحسه كأنه ضيف. دخل نوار على طول في الموضوع، قال له: يا عم أنا بصراحة انتوا حياكم الله، لكن البنت هذه بنت عمي وأنا لها الزوجي. انصدم الشيب من الكلام الشاب نوار. رد عليه الشيب وقال له: طيب لما انت بتحبي لي ما تزوجتي ولا تقدمت لي؟ قال له الشاب نوار: اكيد انا ما جيتك من فراغ، رحت لعمي ورفضني وبشده وبسبب وظيفتي وقله دخلي. لما سمع الشيب انصدم من الرد، وسمع الشيب ان سبب الرفض بسبب وظيفته ودخله. التفت لابنه اللي هو العريس قال له: دير سيارتك ويلا. وين؟ على ابو العروسه. وانت نوار اركب سيارتك والحقنا على ابو العروسه. رجعن سيارتين، سياره العريس وسياره نوار. خبطوا على الباب وفتح العم واستغرب من الموقف، واستغرب وقال للشايب: هذا ليش معكم؟ اللي هو الشاب نوار. رد عليه الشايب وقال له: هذا ولد اخوك. قال له ابو العروسه، الشايب قال له ابو العروسه: هل هذا كفو ولا فيه عيوب؟ قال: لا والله أشهد بالله أن رجل كفو وعلى خلق ودين. قال له الشيخ: طب أنت ليش رديته؟ رد أبو العروسة بصراحة وقال: بسبب وضعه المادي. هني التحول العجيب، هني الصدمة. قال له الشايب: طيب المهر اللي أنا دفعته هذا هيكون لولد أخوك هذا على بنته، ووظيفتي عندي براتب في شركتي براتب مضاعف. وإلغي الكلام اللي صار بيني وبينه. العم هني شعر بالإحراج الشديد وتأثر جدا بالموقف. كان في شهامة ونخوة من الراجل الشايب هذا. أبو العروسة رد على الشايب قال: والله مش هتكون أنت أطيب مني في ولد أخوي، والمهر مش هيدفعها إلا أنا أبوك، خذوا مهركم والله يسهل عليك. فرد عليه الشايب: بارك الله فيك، ووظيفته جالسة عندي من بكرة. العجيب في آخر القصة تزوج نوار من بنت عمه وتوظف في شركة الشايب هذا، وقويت علاقته جدا بالشاب اللي كان جاي لبنت عمه، وصاروا أصحاب جدا. والشاب هذاك دور له على زوجه وتزوج وعاش حياته. واستمرت الصداقة بين نوار والشاب هذاك اللي كان جاي لسنوات طويل. ولما كبروا ودارت الأيام وخلفوا الشاب نوار وصديقه هذاك، أولادهم وبناتهم تزوجوا من بعض، واستمرت العلاقة الحلوة بينهم لأجيال. والله بس.